ويرزقنا جميعا يا رب. هنفضل نتكلم في موضوع الدجل وهنفضل نحاربه. على فكرة أنا شايفة إن مهما اتكلمت هي حرب حقيقي، حرب شرسة جدا، حرب شرسة لما يكون لسه في بني آدمين لحد دلوقتي. وعلى فكرة احنا هنا في القاهرة في ناس برضو متجهة نفس الاتجاهات، فما بالكم بالمحافظات، ما بالكم بالقرى. في ناس كتير جدا هي دي عقلها. والله بشوف وبصادف ناس بيكونوا متعلمات او متعلمين ومفروض ان هم معاهم شهادات كويسة، واول ما يحصل لهم اي شيء قد كده، لا ده معمول له عمل، ده محسود. ببقى مستغربة، ببقى واقفة بجد قصاد الناس دي، عندي حالة كده غريبة. وانتوا ازاي كده؟ انتوا ازاي مصدقين نفسكم قوي كده؟ ازاي مصدقين؟ هل تقولوا لي السحر ذكر في القرآن؟ ايوه ذكر في القرآن، والحسد ذكر في القرآن، لكن ربنا خلق الداء وخلق له الدواء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تعقد له 11 عقدة كان ايه حلهم وايه فكهم؟ المعوذتين. ما هو الكريم ما بيصعبهاش على حد، جعل المعوذتين هو فك العقد. 11 عقدة ب 11 آية وخلص الموضوع. عندك اليقين بده ولا شايفه كلامه خلاص؟ لو عندك اليقين المشكلة اتحلت. ما هو بداية حل المشكلة في صدق إحساسك بأن المولى عز وجل قادر أنه هو اللي يضرك وهو اللي ينفعك. لكن لو ما عندكش اليقين هتصدق أي دجال ومشعوذ بيقلبك في قرشين.